بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة في هذه الساعة المباركة، ونتناول جزءا مما يتعلق بالعلم بعلامات الساعة وفقهها المعروف بفقه التحولات، ونتناول جزئية مهمة وهي جزئية التطبيقات، وهي دائما نشير إليها أنها هي مجموعة النصوص التي تحدثت عن وقائع إما وقعت في الماضي أو وقائع تقع في آخر الزمان أو بمجمل الظواهر اللي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الواقع يطابق هذه النصوص. نأخذ اليوم مسألة مهمة وتكاد تكون أيضا واضحة في حياة المسلمين، وهي مسألة كثرة القتل. فليس العبرة بالقتل، ولكن ما عبرت عنها النصوص كثرة القتل، كما في حديث الإمام البخاري: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، وأن ينقص العمل، وأن يلقى الشح، وأن يكثر الهرج. فقيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فعلامة من علامات الساعة كثرة القتل. ولكن ما نوعية القتل هذا الذي يكثر؟ لا نتكلم على الجرائم الفردية، أن تكون في المجتمعات جرائم شخصية أو أحوال مدنية، أو تكثر الجريمة أو تكثر القتل. نتكلم على مسألة أخرى، مسائل تتعلق بالأفكار. قتل يحصل بسبب الأيديولوجيا، ما يحصل بسبب الرؤية، بسبب البرامج التي توضع، ما يخرج من محاضن التعليم، ما يخرج من محاضن بعض التكتلات التي تتكتل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نوع من هذه الأنواع يحصل في آخر الزمان، يذهب بهذه الثوابت الإسلامية. عصم الدم معصوم، والنفس معصومة، وجاءت الشريعة للحفاظ، من مقاصد الشريعة حفظ النفس. لكن الذي يحصل أن يكون هناك خلل وتغير في آخر الزمان. في الحديث الذي رواه الإمام النسائي عن جندب بن عبد الله قال: من قاتل تحت راية عمية فيقاتل عصبية ويقتل عصبية ويغضب عصبية، فميتته ميتة جاهلية. الشاهد في هذا أنه يقاتل تحت راية عمية. الراية العمية التي أخذها، الفكر الذي أخذها، تكتلات الجماعات التي تتكتل تحت رايات أو تحت فكر أو تحت رؤية، يعني منظومة رؤى وأفكار تطرح لأجل أن يزج بكثير من الشباب تحت هذه الراية العمية. فمن قاتل تحت هذه، سواء كانت هذه الراية العمية لأفكار أو لأحزاب أو لجماعات أو لتكتلات، أو كانت أيضا تحت رؤية قبلية أو تحت راية أسرية، راية عمية، هذه الفكرة التي توضع عنها، قال: فمن مات في هذه الحروب فميتته ميتة جاهلية. وهذا ملحظ مهم لأجل أيضا التحرز من الوقوع في مثل هذه الظواهر. الأصل كما ذكرنا حرمة الدم، لأن جاءت الشريعة وبينت هذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لا يشير أحدكم، كما في حديث البخاري: إذا دخل أحدكم المسجد وفي يده مثلا السهم أو النبل، قال: فليمسكه بيده. ومن أشار على أخيه بالسلاح فلا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده. حذرت، جاءت النصوص الشرعية بالمحافظة على النفس. مدى الاستهانة بالدماء، سفك الدماء، علامة من علامات الساعة. كثرة القتل الذي بشكل جماعي، أن يقتل من المسلمين بشكل جماعي، بشكل مكثف وبشكل كثير، إما في ضحايا أو حروب وكثير من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار جميعهم. القاتل، قال: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه وعلى قتل صاحبه، عنده حرص، ولهذا نال الجزاء القاتل والمقتول. الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة كثرة القتل: الفتن المضلة، لأن الفتن المضلة تغرب بالعقول. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول عن حذيفة بن اليمان: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال
يعني من الفتنة. ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتنة. وقال في الحديث الآخر: تكون فتنة تعرج فيها العقول حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. إذن في ظواهر موجودة سيطرت على هذه التكتلات، على هذه الجماعات، فكثر القتل وانتشر القتل وتفشى القتل بهذه الصورة. فالسلامة والأمان أن يعود الإسلام ويعود الإنسان إلى ما كان عليه مما دعت إليه الشريعة من عدم الاستهانة بالدماء وعدم المشاركة في هذه التكتلات والرايات العبية. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.